شاهد بينما نادي ديالا باللون البرتقالي المعتاد على يمينك عزيزي المشاهد، بينما ديالا يبدأ مهاجما من هناك داخل منطقة الجزاء. هذه خطير. أوه 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 سجل وقاع رمضان، لا يتأخر الثقة الوفية. شوف هذه الكرة وهذه الكرة الرائعة داخل منطقة الجزاء. الله على التمويه هنا. أوه وضعها في زاوية صعبة جدا على علي كاظم باليسار على غير العادة، وضعها بإتقان وهز الشباك ليسجل أول الأهداف في هذا اللقاء. هكذا وقاع رمضان الآن يسجل الهدف الأول لنادي ديالا في هذا اللقاء. طبعا وقاع رمضان سجل هدف في مرمى ديالا، يفكر بهذا الأمر تماما أن يستغل فرصة ليسجل هدف ثاني وينهي الأمور. هذا وقاع، هذا خطير. أوه الله 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 على هدوءك يا وقاع رمضان. أمانة بغداد الآن يسجل هدفين في مرمى زاخو. شوف الله على اليوم، سدد كرة قوية من وقاع رمضان، غالطت حارس المرمى. هدف ثاني للبرتقالي، هدف ثاني. نعم المستحيل ليس برتقاليا يا نادي ديالا. أندية من المحافظات غائبة في هذا الدور، 6 محافظات غائبة في دور النجوم سنتحدث عنها. كرة لا زالت خطيرة، هذه فرصة. هو آخر من سجل من زاخو في مرمى ديالا، الآن يعود من جديد ونشاهد أهداف في هذا الشوط. لاحظ كرة جميلة جدا لمصلحة أبناء الخابور، ووضعها على يمين حارس المرمى وسام محمد. الآن اهتزت شباك نادي ديالا التي كانت عصية طيلة الدقائق الماضية. سجل محمد علي عبود أيضا بهدوء وإتقان على يمين حارس المرمى، وسط أيضا غياب للرقابة الدفاعية في منطقة الجزاء.